السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. إن شاء الله تكونوا كامل بخير في أحسن الأحوال. نرحب بكل مشتركي الأعزاء وكل اللي يشوفوا قناتي واللي مازال ما انضموش للقناة. مرحبا بكم حبيباتي، انضموا للقناة، ديروا لنا أبوني وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد بإذن الله. وصفة اليوم هي وصفة ضد تساقط الشعر، وصفة بمكونات طبيعية مفعولها جد قوي وناجحة ومجربة. هذه الوصفة تلبية لرغبة واحد المشتركات طلبتها مني، لكن ماشي غير المشتركة، راهم يعني عدة نساء يعانوا من هذا المشكل تاع تساقط الشعر. وحبيت ننوهكم الحاجة فقط، هذه الوصفة ضد تساقط الشعر، يعني مش راح تنبت الشعر، ما مثلا منطقة صلعاء ما راح تنبت الشعر. نحب نخدم بضميري، ما نحبش نكذب عليكم. هذه الوصفة فقط اللي يسقط شعرها، اللي يطيح شعرها، راهي تساعدها وتمنع لها تساقط الشعر، كذلك تغذي الشعرة وتقويها. وحبيت هنا يا حبيباتي نوهكم لحاجة فقط، أنه عندنا حنايا النساء دائما نعانوا في فصل الخريف أو في فصل الشتاء من تساقط الشعر، خصوصا هكذا كما كنت تشوفوا في الصورة من الأمام. هذه الوصفة راهي ناجحة وراهي يعني ما شاء الله مضمونة 100%. كذلك أنا حبيت نفهمكم في حاجة فقط. يعني يوميا كي تمشطوا شعركم، حوسوا كيفاش تمشطوا مرتين أو ثلاثة في اليوم. المشط كي نمشطوه نضغطوا خصوصا من الأمام على جلدة الرأس أو فروة الرأس، نحسوا يعني نحوسوا كيفاش نمشطوا مليح حتى نتألموا لو توجعنا هذيك الفروة تاع الرأس حتى لتحت، يعني نضغطوا على الجلدة ونجبدوا حتى لتحت. هذه المرحلة راهي تقوي الشعرة، وكذلك تساعدها تنشط الدورة الدموية، وراهي تساعدها باش تقوى وتكبر، تكون يعني قوية ما شاء الله. صدقوني هذه المرحلة، يعني هذه العملية جد مهمة في تقوية الشعر. نروحوا لهنا نولوا للخليط تاعنا أو للوصفة تاعنا. أنا عندي هنا زيت الزيتون، زيت الزيتون دائما نستعمله ليكونوا متأكدين منها، يعني تكون ذات جودة مليحة. نعرفوا بلي بعض زيت الزيتون هي عيانة بزاف في الأسواق. عندي كذلك هنايا الثوم. الثوم هنايا مثلا أنا نستعمل كأس تاع الزيت، نجي لهنا نضيف له حبة تاع الثوم نقشرها. أنايا مانيش راح يعني ما نحتاجوش هذا الوصفة على هذيك، حبيت نفهمكم فقط كيفاش تخدموها. هنايا بعد ما تشدي مثلا كاس زيت الزيتون، تقشري حبة تاع الثوم تضيفيها لداخل، ديريها لداخل هذاك زيت الزيتون. تشدي القرنفل كذلك، القرنفل هنايا في الكاس تاع زيت ديري حوالي ملعقة أكل معمرة مليح تاع القرنفل في هذاك الكأس مع الثوم. رايحة تضيفي كذلك الحبة السوداء أو حبة البركة. حبة البركة راه مفعولها جد قوي في تغذية الشعر، في النمو تاعو، كذلك للبشرة عندها كثير من الاستعمالات. أنا هنا يا زيت الزيتون بعد نديروا لها هذاك الثوم، كذلك نضيفوا لها القرنفل. عندي هنا ملعقة تاع حبة تاع السوداء نضيفوها لداخل ونخلطوه مليح. هنا بعد ما نضيفوه لداخل ونخلطوه مليح، أقل شيء تخليه 3 أيام وهو يعني هكذاك يطلق هذوك المواد اللي فيه في زيت الزيتون. بعد ما يتلقوا مليح، بعد 3 أيام كي يطلقوا هذوك المواد كامل تاعهم، تشديه تصفيه، يعني هذاك القرنفل الحبة السوداء الثوم تصفوه كامل في الصفاية وتخلوه هذيك الزيت تخطر من التحت. بعد ما تخطر تعصروها مليح بيان سور، ديروها في بخاخة أو تقدروا يعني باش ترشوها في الشعر، ولا ما درتوهاش في بخاخة تقدروا ديروها في يعني تكون قرعة صغيرة. هنايا دائما كي تغسلوا الشعر حتى ينشف، باش يعلاه حتى نغسلوا الشعر يكونوا هذوك المسامات نحلوا مليح. ما دائما الشعر نعرفوا بلي كي ما نغسلوش يتراكم عليه الدهون، على هذيك من الأحسن كي نغسلوا الشعر نشفوه مليح، لازم يكون ناشف مليح باش نديروا هاد الوصفة. نجيبوا لهنا نرشوا عليه شوية زيت الزيتون مع هذوك اللي كنا درنا فيه هذوك المواد، ونحكوا الفروة تاع الرأس، يعني نحكوها مليح حتى نحسوا بألم باش تدخل مليح في فروة الرأس، ونركزوا على المناطق اللي تساقط منها الشعر بزاف. صدقوني يعني بهذه الطريقة تستعملوه من 2 إلى 3 أسبوعيا، واللي عندها هذا المشكل بزاف تستعملوه تقدر كل يوم. راهي مفعولها جد قوي وما تخافوا والو، لأنها راهي مواد طبيعية فقط، راح تغذي لكم الشعر تقويه، وكذلك راح ينمو يعني راح يطول بسرعة.
هنايا أنا حبيت نقول لكم حاجة برك. كانت وحدة في الفيسبوك بعثت لي هذه الوصفة، قالت لي حتى يديروها في شامبو تاع الأطفال جونسون، خصوصا شامبو جونسون عفوا. أنا جامي يعني ولا سيتها، ونحب دائما نخدم بالمواد الطبيعية، رايحة تكون لكم نتيجة مضمونة وناجحة بإذن الله، أحسن من أنكم يعني بزاف يستعملوها في شامبو جونسون. دائما انا يعني عمري ولا استعملتها في شامبو جونسون، حتى يعني هذه الطريقه ما تعجبنيش، لانه شامبو جونسون فيه بعض المكونات انا ينحب دائما استعمل في زيت الزيتون. انتاج زيت الزيتون يستعملوها منذ القديم لتقويه الاعتناء بالشعر. ان شاء الله تكونوا تبعتوا كامل الوصفه وديتوا كامل الطريقه. وفي نهايه لا فيديو الف تحيه لكم، ما تنسوش ديروا لنا ابوني وتفعلوا الجرس اللي مازال ما اشتركوش في القناه، وكذلك تحطوا لنا لايك ولا عجبكم هذا لا فيديو. الى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.